ادانا 250,000 جنيه من الاسبوع اللي فات. انا بشكره جدا. اتقابلت معاه وهو وعدني ان هو يكون متواجد معانا. مش هيبخل علينا بدعم، وانا بستغل البرنامج الجميل اللي ليه قطاع كبير من المشاهدين. وبوجه يعني نداء للباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. وانا قبل كده قلت ان كلمه الشباب تسبق وزاره الرياضه، يعني صحيح. وزاره الشباب كلمه الشباب تسبق الرياضه. الحمد لله مجلس اداره نادي المريخ معظمه وغالبيته من الشباب. نجاح هذا المجلس هو نجاح للباشمهندس خالد عبد العزيز. امل منه ان هو يكون يعني بيدعمنا. انتوا عندكم كوره بس ولا عندكم العاب ثانيه؟ لا، عندنا كوره وفي لعبه ثانيه اللي هي السله، بس يعني النادي مش بيشرف عليها جدا. هو في هل هتهتموا بالالعاب دي؟ يعني مش بس هيبقى كوره والله يعني. هو برضه بشكر الاستاذ محمد السيد، الباشمهندس محمد السيد اللي هو يعني رئيس شركه كابسي ورئيس منطقه السله، ان هو عامل فريق باسم نادي المريخ، هو اللي بيموله وهو اللي انا اتمنى يكون في كذا لعبه للنادي، اتمنى يكون في كذا لعبه لنادي المريخ، بس خلينا الاول نحاول نصعد باللي موجود دلوقتي، لان نادي المريخ كان حوالي 8 سنوات في الدوري الممتاز. صحيح. على فكره، والمشاهدين ممكن ما يعرفوش ان اعظم مدربين في مصر دربوا نادي المريخ، يعني على راسهم كابتن حسن شحاته، كابتن محمود ابو رجيله، كابتن جمال عبد الحميد، كابتن ربيع ياسين، كابتن اسماعيل حفني، وكابتن مشير عثمان، كل اللي دربوا المنتخب تقريبا. دربوا منتخب كابتن محمد ابو العز بعد كده مع كابتن محمود الجوهري، يعني في قطاع كبير. واللاعبين الكابتن مجدي عبد الغني لاعب داخل نادي المريخ، كابتن طارق سليمان لاعب كاس عالم هو جوه نادي المريخ. انتوا يعني جزء من بورسعيد طبعا، ومن طبعًا تاريخ بورسعيد طبعًا الاصيل، وجزء طبعًا كمان من يعني التاريخ الرياضي انتوا والمصري في بورسعيد طبعا. وفي فرق ثانيه، والرباط والانوار نادي بورفؤاد من اشهر الانديه الموجوده في بورسعيد. كان 3 انديه في الدوري الممتاز، النادي المصري طبعا اللي انا بهني اعضاء مجلس الاداره برئاسه الاستاذ ياسر يحيى بتشكيل مجلس الجديد، ونادي المريخ طبعا كان الشقيق الاصغر للنادي المصري، وكان بورفؤاد، يعني كان 3 انديه. 3 انديه. اتمنى ان نادي المريخ يصعد واحد الانديه الاخرى تصعد، بحيث ان نرجع الرياضه لبورسعيد. انتوا في فرصه للصعود، يعني شايفين انه التنافس في مجموعتكم؟ والله انا بطبعي الحمد لله رب العالمين برفض اليأس تماما. كان جميل. يعني اليأس، لو انا كنت بيأس ما كنتش هنزل انتخابات. يأس خيانه وهزيمه كبيره. طبعا فانا كان في اخر لقاء مع اللاعبين وعدتهم ان احنا مجلس الاداره كله هنبقى موجودين في ظهر الفريق بتفصيلنا نقطتين على المركز الثالث. هو في 3 بيصعدوا لدوره الترقي. منتخب السويس اظن هو في الاول دلوقتي. منتخب السويس اللي انا سعيد ان محافظه السويس تصعد، انا او كابتن خالد جلال مدرب محترم طبعا. يعني اتمنى نحذو حذو منتخب السويس ونحاول نكون في المركز، مش هقول الثاني، في المركز الثالث، ونصعد دوري الترقي. ساعتها لها حسابات اخرى، وان شاء الله امل ان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد ان شاء الله. طب هتعملوا ايه مع بورسعيد نفسها كمحافظه؟ يعني زي ما قلنا انتوا جزء منها ومن اهلها واهل بورسعيد، وبورسعيد بتحتاج، يعني هي نقول شالت حمل كبير قوي في الفتره الاخيره، وعانت معاناه شديده جدا. ويعني عايزين اكيد انتوا كابناء لبورسعيد ان انتوا تضمدوا جراح بورسعيد واهل بورسعيد. يعني بدانا ننسى طبعا، والحياه بتعود مره ثانيه، ولكن بتبقى الاثر والذكرى. هتعملوا ايه مع المجتمع البورسعيدي وشباب بورسعيد؟ طبعا انا الحمد لله ان انا بتشرف ان انا من مدينه بورسعيد او محافظه بورسعيد. طبعا احب البلاد لقلبي طبعا، القلب مصر كلها اللي انا نشأت فيها. طبعا بورسعيد عانت معاناه شديده وشالت، يعني خلينا نقول هم ما كانش همنا. واحداث بورسعيد اثرت في المواطن البورسعيدي اكتر من اي مواطن تاني. يعني انا برضو بنتهز فرصه وبعزي اهالي الضحايا، النادي الاهلي او اي احداث تبع الاحداث بتاع احداث استاد بورسعيد، احداث اخرى، ومات 50 شاب بورسعيدي. اثرت في نفوسنا كلنا، والمدينه اتاثرت اقتصاديا وماديا. فانا بتمنى على فكره هي مظلومه من زمان، والله مظلومه من زمان. يعني ال10 سنين الاخر في تاريخ بورسعيد اتظلمت فيه، يعني مدينه بورسعيد فعلا اتظلمت على حائط الصد الشرقي المصري. يعني على فكره هي اسمها المدينه الباسله، يعني طبعا كلنا بنفتخر كبورسعيديه بالمدينه، وبنحب طبعا كل المحافظات المصريه، طبعا كلهم اخواتنا وحبايبنا. انا واحد من الناس اتاثرت تاثر شديد باحداث بورسعيد، وبطلت كوره نفسيا، ما كنتش قادر ان انا العب، وما كنتش قادر ان انا كل مواطن بورسعيد اكيد اتاثر. فبقول يا رب، يعني انا من هنا بقول يا رب ان الحاله الاقتصاديه في بورسعيد ترجع تنتعش تاني. اتمنى نادي المريخ يصعد
اتمنى نرجع نلعب في بورسعيد عشان النادي الاهلي يشرفنا مره ثانيه، النادي الزمالك يشرفنا، النادي الاسماعيلي ينور بورسعيد، وكل الانديه المصريه. ما فكرتوش كرياضيين جوه بورسعيد انه بالتعاون مع الناس في نادي المصري، في بور فؤاد، في رباط الانوار، مع اصدقائكم في الانديه المصريه الثانيه، يبقى في جلسات وديه لمحاوله بقى يعني خلخله الموقف الموجود زي ما بيقولوا والله كده اللي انا اعلمه تماما ان حصل كتير جدا، وكان في مواقف حصلت برعايه الكابتن طاهر ابو زيد وبعض المدربين اللي ينتموا للنادي الاهلي. بس طبعا انت عارف على مستوى المشجعين ممكن تكون ثقافه المشجعين لا ترقى في مصر لا ترقى. دي نقطه مهمه جدا. لا نادي المريخ لا. انتوا عندكم مشجعين؟ احنا بورسعيد كلها مشجعين. كلنا مشجعين. كلنا طبعا بنشجع نادي مصر. بس لا انا بتكلم على المريخ. لا المريخ يعني ايه، مشجعين طبعا قليلين جدا. بس المتبع والمعروف ان اللي بيحب النادي المصري بيحب نادي المريخ. ده طبيعي بالظبط. مباريات الصعود اللي في الدوري الممتاز كنا بنلعبها على اساس بورسعيد، فكان الاستاد بيتملي على الاخر بمشجعي النادي المصري. فكانوا بيشجعونا، هو بيشجع بورسعيد، بيشجعونا قدام امام كل الانديه ما عدا النادي المصري. فطبعا كلنا حتى بنشجع النادي المصري يعني. على فكره بورسعيد طبعا ليها استاد رائع وجميل، النادي المصري ليه استاد كبير ورائع متميز طبعا، موقع متميز، وكمان المريخ البورسعيدي ليكوا ولينا موقع جغرافي داخل مدينه بورسعيد، موقع متميز يعني. النادي المصري لو ليه على البحر مباشره، فاحنا في بوابه بورسعيد اللي جاي من القاهره ومن الاسماعيليه على شارع محمد علي الشارع الرئيسي، بيقع استاد المريخ والاكاديميه اللي جنب نادي المريخ. هو فطبعا ملحوظه وصرح كبير جدا. لا المواقع الحمد لله للانديه في بورسعيد مواقع محترمه جدا يعني. هل هيتم التعاقد على يعني لاعبين جداد لنادي المريخ ولا لسه يعني منتظرين دعم؟ والله هو طبعا لسه الحاله الماديه، الموسم لسه ما انتهاش. احنا بنامل من الكابتن حسام ومن الرجاله اللعيبه اللي بتلعب جوه نادي المريخ، بامل ان هم نحاول نصعد. طبعا السنه الجايه ان شاء الله لكل حديث اكيد هندعم صفوف النادي بلعيبه كويسين على حسب المكان اللي احنا فيه. يعني لو لا قدر الله ما صعدناش السنه دي دوري الترقي، انا بوعد الجمعيه العموميه نادي المريخ ان شاء الله بنسبه يعني 100% هننافس منافسه حقيقيه. والحمد لله طبعا الحمد لله انا لعبت كوره، فلما هنيجي نعمل تعاقدات هنبقى ان شاء الله الواحد متواجد فيها. هنحاول مع كابتن مرسي سرحان واعضاء مجلس الاداره المحترمين، الاستاذ احمد الشامي وكابتن بوبو والاستاذ اشرف عبد الغني والاستاذ محمود ملاح والاستاذ نوح فرغلي ومع عمرو طبعا وابراهيم، هنحاول نعمل حاجه تليق باسم نادي المريخ. وانا بوعد الجمعيه العموميه ان شاء الله السنه الجايه لو قدر لنا وما صعدناش، وانا بامل السنه احنا نصعد، هنكون على موعد مع منافسه حقيقيه. احنا بقى لنا 19 سنه ما نافسناش. انا بقول لهم ان شاء الله هننافس وان شاء الله نعمل حاجات كويسه ان شاء الله باذن الله. المنافسه برضو محتاجه دعم مالي، محتاج فلوس. اكيد عندك خطه لتطوير مصادر التمويل داخل نادي المريخ. ايه المصادر اللي ممكن انك تفتحها بوابه جديده لتمويل النادي؟ كان في العهود السابقه لنادي المريخ كان المصدر الوحيد او مصدرين، يعني خلينا نقول مصدرين للتمويل. قطاع الناشئين كنا بنبدا نعمل تسويق لقطاع الناشئين، فكنا بنبيع بعض اللاعبين وبتدخل دخل النادي. والقطاع الثاني الدخل بتاع دعم المحافظ او المعونات وما شابه يعني. انا بتمنى يعني بجوار هذين القطاعين ان احنا نبدا نعمل شركه تسويق كويس. يعني انا الاكاديميه اللي بتقع يعني امام النادي مش خلف النادي على شارع احمد علي، انا ده حلم لكل من ينتمي لنادي المريخ. المكان الجغرافي اللي بتقع فيه الاكاديميه موقع متميز جدا. اذا قدرنا نستثمر هذا المكان انا اتوقع ان نادي المريخ هيكون زي نادي النصر في مدينه نصر اللي انا طبعا الاستاذ عمرو عبد الحق انا طبعا اخده كمثل وكقدوه، ان راجل شاب نجح بنادي النصر وعلى مشارف الصعود وعمل نادي اجتماعي محترم. انا بعد بتمنى سحر عبد الحق على فكره واخد بالك انت يعني الاخوات عاملين نفس الحكايه برضه. طبعا وعلى فكره يعني انا حابب اقول حاجه بالنسبه للاخوات والجمال. مخطئ اللي بيقول ان في سيطره لهذا القطاع. اعضاء مجلس الاداره مثلا 9، خلينا نقول 9. لو في اخين او زي نادي الزمالك اب وابنه، يعني هل الاستاذ المستشار مرتضى منصور وابنه الاستاذ احمد مرتضى هل هيسيطروا على نادي الزمالك؟ اكيد لا، لان في 7 اخرين قادرين على صنع القرار. فلما بيجي في استقرار هو حسب قوه يعني في اثنين ممكن يسيطروا على نادي لا هو المستشار مرتضى يسيطر على النادي، هم جايين عايزين يسيطر عليهم يعني كاريزما يسيطر على النادي طبعا كمان. واتمنى له طبعا التوفيق طبعا. طب نتكلم كمان عن هل ما فيش مثلا نقول اي مساحات ثانيه لنادي المريخ ان هو
يبقى في دعم مادي ليه اكتر، يعني زي محلات زي سور مثلا؟ عندنا قاعه هي مخصصه للافراح اسمها قاعه القمر. عندنا سور نادي المريخ يملك محلات ومخازن وما شابه. انتوا محتاجين شغل كتير على فكره. محتاجين شغل ومحتاجين يعني باشمهندس هتتعبوا خالد عبد بجد العزيز. كمجلس طبعاً اداره. احنا دخلنا وجاهزين للتعب كويس. وان شاء الله احنا دخلنا عشان نخدم النادي، ربنا يوفقك. فلازم نخش ونتعب. بس انا برضو بناشد الباشمهندس خالد عبد العزيز مره اخرى، يعني الشباب اعضاء مجلس اداره نادي المريخ بيأملوا ويتوسموا في الباشمهندس خالد عبد العزيز. يعني هو لسه في دعم ال5 أندية بهتيم المصري القاهرة في القاهرة والشباب في القاهرة بني عبيد والأولمبي في اسكندرية، إن شاء الله يبقى في. انا عرفت ان النادي الأولمبي اللي هو في الدرجة الثانية زينا هيحصل على دعم مليون جنيه. وهيجددوا النجيله وهيجددوا الملعب كتير قوي ويعملوا يعني. شغل كويس. النادي الأولمبي انا سعيد جدا بالخطوة. ليه؟ لان النادي الأولمبي طبعا كان نادي في الدوري الممتاز، وبرضه الشقيق الأصغر نادي الاتحاد السكندري تماما نفس المثل نادي المريخ. فاتمنى يكون نفس الدعم اللي حصل على النادي الاولمبي في المرحله اللي جايه يحصل على النادي المريخ ان شاء الله. فهو الميزه في وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز انه ما عندوش فكره التفرقه، يعني هو بينظر بالاولويه الى فعل في الاماكن المحتاجه في الصعيد في المحافظه الاقليميه. والصعيد كمان محتاج جدا. بنشكر حضرتك كابتن احمد جوهر رئيس مجلس اداره نادي المريخ البورسعيدي عشان ناكد ده دايما. بالتوفيق ان شاء الله. والمره الجايه لما نقابلك ان شاء الله نبقى بنتكلم عن انجازات حصلت على ارض الواقع وبنشوف النتائج الايجابيه. شكرا لحضرتك. انا سعيد بتابع مع حضرتك. شرفتنا. كل المشاهدين ان شاء الله. شكرا لحضرتك. تحياتنا لكل اعضاء مجلس الاداره. شكرا يا فندم. وانتظرونا مشاهدينا بعد الفاصل باذن الله هنلتقي معكم مره اخرى، والفقره الثانيه واللقاءات الثانيه النهارده والقاء الضوء على مسابقات كره القدم في مراحل الشباب والناشئين، ومنها حصول طبعا نادي الداخليه على بطوله القاهره تحت 17 سنه من